السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا معلومات مهمة ومعلومات جديدة يا جماعة عن اللي هيحصل من اول محطة الظهرية لحد ابو قير. طبعا زي ما انتم عارفين المترو هيجي علوي من قبل الظهرية لحد ابو قير على كوبري على جسر. تمام. اسفل الجسر بقى هيحصل ايه؟ الكلام اللي هقوله ده يا جماعة هو ده اللي هيحصل ان شاء الله، فعايزكم تركزوا في الكلام اللي انا هقوله. يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض، بس يا ريت اللايك والاشتراك وتفعلوا جرس الكل عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. إشارة الزيارات الميدانية إلى العديد من المحلات المبنية على ممتلكات الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وزي ما قلت لحضراتكم يا جماعة إن المترو هيبقى على جسر على كوبري حوالي 15 محطة، وأكتر مناطق فيها محلات هي من العصافرة تقريبا لحد الظهرية. دي أكتر منطقة هيبقى فيها محلات، فالمحلات دي يا جماعة بعد الزيارات أكدوا إنه سيتم إزالتها بالكامل. تمام. ليه بقى هيتم إزالتها؟ تعالوا بقى نعرف هيتعمل إيه تحت الجسر. سيتم إعادة تصميم المنطقة الواقعة تحت الجسر. طبعا يا جماعة إن شاء الله أسفل جسر المترو هيبقى فيه طريق لتسهيل حركة المرور يا جماعة. يعني هيبقى في طريق تحت الكوبري رايح جاي إن شاء الله، وهيبقى فيه محلات تجارية. بمعنى كده برضو إن المحلات اللي هيتم إزالتها هيبقى ليها بدايل أسفل مترو الإسكندرية إن شاء الله. ممكن يتم إنشاء مساجد برضو زي ما قلت لحضراتكم في أماكن مختلفة. فإن شاء الله يا جماعة هو ده اللي هيحصل في مشروع مترو أبو قير بإذن الله. وخلينا برضو نترقب مع بعض، وإن شاء الله أي معلومة جديدة أقول لحضراتكم. وكده يا جماعة وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم. استنونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة مع طارق. سلام واشوف حضراتكم على خير.